تواصل عناصر المنتخب الوطني الجزائري التدريبات في مركز سيدي موسى بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وهذا من أجل التحضير لأولى المباريات التي ستكون أمام المنتخب البوليفي على ملعب نيلسون مانديلا. والجميع يعلم أن فلاديمير بيتكوفيتش قد وضع التشكيلة المناسبة لمباراة بوليفيا، حيث أنه وضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض عليكم التشكيلة المتوقعة لمباراة بوليفيا، حيث أنه من المتوقع أن يكون في حراسة المرمى حارس اتحاد العاصمة بامبوط. أما في خط الدفاع فسيكون لاعب اتحاد العاصمة بالعيد إضافة إلى لاعب شباب قسنطينة مدني. في الظهير الأيمن سنشاهد جيتون، وفي الظهير الأيسر سيكون حاجم. في وسط الميدان سيكون كل من نبيل بن طالب إضافة إلى حميد عبدلي وياسين إبراهيمي. أما في الهجوم سيكون كل من قويري إضافة إلى جيتان وكذلك المهاجم الصريح بكرار. هذه هي التشكيلة المتوقعة للمباراة الأولى للمنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره البوليفي، وستكون هذه التشكيلة من أجل الوقوف على مدى استعدادات اللاعبين الجدد للدخول في النهج التكتيكي للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. والجميع يعلم أن المدرب يعمل على عديد الخطط، كذلك يمكن الاعتماد على خطة 3-5-2، ومن المرجح أن يكون في الدفاع كل من بن سبعيني مدني إضافة إلى بالعيد، أو تكون هنالك خطط أخرى. ما نتمناه فقط هو أن يختار التشكيلة المناسبة التي ستكون أساسية في المواعيد القادمة.